كل شيء بحال كالسيف الاله. ولهذا بغي نقول لكم الاخوان انه في 2003 هذا الشيء اللي وقع، ولكن في 2003 ملي جات الانتخابات المحليه وقعت علينا ضغوط باش ما نترشحوش في واحد العدد ديال المناطق، وتنازلنا وما ترشحناش. وشنو كانت النتيجه؟ في 2007 الناس اللي مشاو للتصويت ما كانوش كيتجاوزوا 37%. والله يرحم السي عبد الله بها قال لنا ديك الساعه التحليل ديالو المجتمع المغربي، قال لهاد الناس اللي قالوا باللي حنا قادين على البلاد بلا بكم، راكم ما قادينش، ما قادينش. ديروا شويه د المناورات وشويه د المقالب ممكن، لكن تحركوا المجتمع والجمهور في الاتجاه الصحيح باش يصوت بالاغلبيه ما قادينش. من جهه اخرى قال لنا انتم العداله والتنميه ناس مزيانين واني ما في يديكمش، ولهذا كانت عندنا 42 عاود عطانا 46. هذه هي الحقيقه. الله يرحم السي عبد الله بها. حتى جا المؤتمر اللي اختاريتوني في امين عام ديالكم، وقامت القوى المعروفه لتكوين حزب ليهيمن على الحياه السياسيه بدعوى انه يريد ان يصلحها، ولكن في الحقيقه غوايه الهيمنه والتحكم حالت دون ان يقوم باي اصلاح، ولكن قام بافساد الحياه السياسيه. ونضنا حتى حنايا وتواجهنا معاهم باللي جاب الله. عرفتي شحال من مرة داروا فيا بيان وهدوني باش يديوني للمحاكمة وللسجن؟ كتذكروا هذا الشيء؟ ولكن حنا ماشي تنعشقوا السجون، حنا تنفضلوا البيوت ديالنا الحمد لله عليها. وين الا كتبها الله زعما حنا احسن بكلشي هاد الناس اللي دخلوا للحبس في العالم. العالم دائما اصحاب الافكار كيجي واحد الوقت كيخلصوا، ولا اقتضى الامر باش نخلصوا بطريقه مختلفه على اللي كنخلصوا بها دابا. حنا مستعدين، ما كاينش حزب سياسي حقيقي داير لاسيرونس توريسك باش عمرو ما يوقع له حتى شي حاجه. وبصفه عامه اللي كيدخل للسياسه دائما تيبقى معرض. وراه كاين الناس اللي ما كانوش حتى معارضين ولكن داو الثمن حتى من الارواح ديالهم. السياسه هي هذه. وحزب العداله والتنميه اليوم والبارح ما كيلعبش، ما صنعتناش الاداره، ما صنعتناش جهه اجنبيه، ما عمر شي واحد عطانا شي فرنك، لا شي واحد عطانا شي فرنك يعلنها باش نكونوا بحال اللي قال الدكتور كنا كنجبدوا من جيبنا. اليوم الحمد لله الحزب محتاج وباقي والله العلي العظيم، الا ملي عفاني جلاله الملك صوبت الشيك وخلصت 3 شهور اللي كان باقي كيتسالني الحزب عطيتها اليوم. لا انا لا الاخوان كلهم سولوهم واش كاين شي واحد اللي ما كيخلصش داكشي اللي عليه. 30,000 درهم قال لك تيعطيوني واحد التعويض حيت انا امين عام ديالكم، تعطيوني 5,000 درهم وكياخذوا لي مليون حيت انا رئيس الحكومه. ايوا باش تشوفوا هذه العداله. ساعه دابا تهنينا الحمد لله وما كنعطيهم والو. اش نعاود نعطيهم عاوتاني اعيد. صافي واه اعيد فضيحه.
تجري رياح بما لا تشتهي السفن. جات 2009 الحزب اللي تكون في 2008 حصد الانتخابات الجماعية ودا المرتبة الأولى في كل شيء وترأس المدن والقرى والجهات. كي دار؟ طيب 2009 تعافرنا، دينا شي بركة، دينا واحد 50 جماعة، دينا واحد 1500 مستشار. 2010 2011 جاء الطوفان الذي ذهب برؤوس ما كنا نظن أنها ستتزعزع من مكانها. كنا كنشوفوا دوك الرؤساء وكنتخلعوا حنا في بلادنا. والله ما تسالوني حلوف الإخوان، فين ما كنت غادي في الاتجاه ديال الشرق ودرت الطائرة اسكال في تونس وقت الزين العابدين بن علي كنت كنتخلع وكنوض كنتوضا وكنصلي الظهر والعصر في الطياره، لان كنخرجوا من هنا مع ديك العشرة ولا 11. كنقول باش الا جاو يهبطوني ما نلقاش مشكل في الصلاه بعدا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحن فيهم الله. الله يشهد. القدافي كنا غير كنشوفوه في التلفزيون كنتخلعوا، ما عرفناش بغا بيدير بينا كاع والى اخره. طار كلشي داك الشيء وتقربلات العالم، وجاب الله باش نردوا التحيه على سيدنا. هو اللي رفض باش يحلنا في 2003. حنا قلنا والله يشهد ما كاين غير الوقوف الى جانب الدولة والمملكة وصاحب الجلالة. وقفنا. كاين شي واحد يقدر ينكر هذا الشيء في التاريخ؟ طلب مني شي واحد كنتحداه، هذا اللي جاي يطلب مني باش نهبط ولا نتكلم، يجي يهبط يقول لي يا سي عبد الا انا اللي طلبت منك تهبط ولا تتكلم، ولا انا اللي عطيتك شي 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا مليون درهم ولا اكثر ولا قل باش تركب في الطوموبيل ديالك وتمشي تتكلم. مشينا لريوسنا، مشينا للاماكن والمناطق اللي عيطات علينا وشرحنا ووضحنا. وديك الساعات الشباب خارجين حوالي 50 مدينه، ولكن حنا رفضنا باش ندخلوا. لان علاش؟ ما يمكنش ندخل انا واخا تكون المطالب ديالهم حسنه او نيتها حسنه وما كاينش الوضوح، ما عارفش شكون، ما يمكنش. وما يمكنش نغامر بالملكيه ديالي. الا كان شي حاجه فيه خاصه الاصلاح يمكن لي نصلحها في المستقبل. الا ضيعت الاسس اللي قايمه عليها البلاد غلقت الضباب، وهذا لا اقبل ان يكون ابدا. وسمع الشعب المغربي الخطاب ديالنا، واخا كنا كنمشيو كنتلاقاو مراكش، تلاقينا في واحد الدار بلديه فيها واحد 100 ولا 200 ديال الناس. سيدي قاسم مشينا لواحد الساحه بحال السوق. المدن الاخرى كلها هي اللي كنا كنمشيو لها، يعني كان العدد قليل ولكن كان الكلام كيتبث في اليوتيوب والناس كيسمعوا داك الشيء. سمعوا لهذا الكلام بطبيعه الحال. بعد انطلاق 20 فبراير في 9 مارس ما كملش 20 يوم جلاله الملك عمل الخطاب ديالو التاريخي اللي غير الوجه ديال المغرب، واللي تجاوبنا معاه واللي صفقنا عليه. وحنا استمرينا في الحمله ديالنا الاعلاميه وساهمنا في القضيه ديال الدستور. وجات الانتخابات وديك الساعه ظهرت الحقيقه. الحزب المعلوم ما بقاش الاول وما جاش الثاني وما جاش الثالث وما عرفتوش كيفاش تدار جا الرابع. هذه هي الحقيقة. هذا الحزب
اللي ادعى انه جا باش يصلح الحياه السياسيه هربوا الزعماء ديالو، بحال اللي هربوا مره اخرى من اللي وقع المشكل ديال الحسيمه. عاد بانت لهم امريكان مشاو يجيبوا لنا شي مستثمرين منها، وما نعرف شنو بان لهم عاود الثانيه من سويسرا. سمحوا لي، ما يمكنش نخلطوا شعبان مع رمضان. ماشي معقول يكونوا الاحزاب كلهم بحال بحال. لا، حزب العداله والتنميه في الازمه ديال 20 فبراير وقف الوقفه ديال الرجال وساند بلادو وساند الملكيه، والشعب اعترف له وصوت عليه، وجينا حنا الاولين وجبنا 125 نائب برلماني والثاني جاب 60 وترأسنا الحكومه الحمد لله بطريقه مشرفه تشهد لنا بها جلاله الملك قبل شهور بمناسبه الاعفاء ديالي عن خدمه الوطن بتجرد، عن خدمه الوطن بكفاءه، عن خدمه الوطن بالطريقه التي قالها جلاله الملك، والتي واقولها بكل افتخار وبكل اعتزاز اراها في وجه كافه المواطنين الذين يلتقون بي ويتعرفون علي ويحيونني دائما. معليش الا بغاو ينكروا هذا الشيء كامل. انا مشيت الحمد لله مرفوع الراس. خلونا دابا الله يخليكم. انا الحمد لله مشيت الاخوان ديالي مرفوع الراس، ونقول لكم واحد القضيه، ما تبقاوش شاطين بالكم بالتخربيق. رانا ما زلت حيا ارزق، وفين ما كنت راني غادي نقوم بالدور ديالي. ما تخلعوش، ولا ما بقيتش الا جاب الله شيء مما يقع للناس. انا العمل ديالي علاش جيت لعندكم اليوم؟ باش نقول لكم بلي انا كنشوف راسي فيكم كاملين واحدا واحدا. والدليل كل ابناء العداله والتنميه مطالبون ان يكونوا مثلي او احسن مني، لان ماشي القضيه قضيه ماتش ديال الكره غنربحوه، قضية إصلاح بلد ووطن وكرامة يجب أن ترجع للمواطن. رجعوا للخطاب ديال جلالة الملك وسمعوا منه مباشرة. التنمية البشرية اللي خسرنا عليها ملايير الدراهم من 2005 لدابا ما عطاتش النتائج اللي كنا كنتمناو. الإدارة ما كتقومش بالدور ديالها بالشكل المطلوب. الأحزاب السياسية بعضها يتلاعب. حنا كنهنيو السي سعد باش يكون رئيس ديال الحكومة، لكن علاش 5 شهور ديال البلوكاج؟ علاش دابا ما يتفتحش شي تحقيق باش نعرفوا علاش هذا البلوكاج يتفتح؟ غير تحقيق في الاوراش، تعطي البلد بكامله ما خصوش تحقيق. تعرف علاش 5 شهور ديال البلوكاج؟ شكون المسؤول في هذه الاحزاب السياسيه؟ من جمعها على كلمه واحده تصر على ان تدخل معنا طرفا كان يدعى انه سوف يناصرنا في القضيه ديال الوحده الترابيه، واذا بهم ما تيقدوش يدافعوا علينا حتى مع الشبيبه ديال العالم ديال الاشتراكيين. اش هذا الكلام؟ هذا الشيء اللي وصلنا لهذا الشيء اللي احنا فيه، هذا اللعب والتلاعب والكلام الفاضي. قال سيدي ما يشاركش حزب الاستقلال، وحزب الاستقلال حزب تربطنا به 1000 رابطة ورابطة.
والله أقرب الأحزاب إلينا. قلنا لا، ما يمكنش. حتى وقع الخطأ ديال موريتانيا قلنا واخا شي بس ما كاين، هذا مبرر نتنازلوا به. وكان تسمح حزب الاستقلال الا كان بقى فيهم الحل، كان تسمحهم باش ما نقولش طر لهم. جا قال لك الرئيس ديال البرلمان لا بده يكون من الحزب اللي جايب 20 ولا 19 ولا 21 ولا ما عرفتش شحال. انت واش هذا الشيء بغاوني نسكت عليه؟ هذا التاريخ، والتاريخ عنيد. قلنا سيدي القضيه ديالنا وسيدنا في افريقيا، في اثيوبيا اللي يطلبها سيدنا هي الاولى. خص القانون يدوز، وباش يدوز القانون الرئيس يكون من الحزب. حنا ما عندنا حتى حاجه ضد السي المالكي صديق ديالنا، ما شي حاجه ضده، ولكن ماشي معقول سنه الله في خلقه ان الرئيس كيكون من الاغلبيه، ولا الاغلبيه كانت مقرره قبل ما يجي الرئيس. راه هادشي اللي تيقولوا شي وحدين، تيقولوا راه الخلاف وقع غير على شكون اللي يترأس البرلمان. دا هو التاريخ اللي غدا غيخرج. كاينش اللعب في هادشي. وعاوتاني تنازلنا قلنا شي باس ما كاين، بلادنا هادي. وشويه قال لك لا يدخل معاك الاتحاد الاشتراكي بزز. قلت لهم ما غيدخلش. على كل حال انا ما غاديش نكون شاهد على هذا الامر. ومع ذلك العداله والتنميه تنازل وقبل باش يستمر، باش ما يضيعش الاصلاحات، باش واني حنا بكل صراحه بكل صدق ما ظنيناش، خصوصا انا ما ظنيتش باللي ملي تنازلنا غادي يتفرض علينا بشكل او باخر، وغيبقاو الاحزاب متمسكين بالشروط ديالهم. وين دابا هذا ولا ماضي. الماضي الاخوان ما تعاودوش تجبدوه. كاين شي حاجه مهمه اليوم، هي الدكتور سعد الدين العثماني وعبد الاله بن كيران هنايا معكم بجوج، خصكم تفهموا الرساله. ايوا طيب، والان ما العمل؟ حنا فهمنا وفهمتي بلي حنا واحد الدوله الحمد لله احسن من واحد العدد ديال الدول الاخرين، وكنا في واحد الوضع احسن بكثير. الان وقع اللي وقع، داز اللي داز. لا غير على مستوانا الشخصي، احنا بشر يمكن يبقى فينا الحال. احنا بشر، ماشي عندنا زايد نقص نكونوا في رئاسة الحكومة وفي الوزارات والسفارات ولا ما نكونوش، ماشي بحال اللي قلنا لكم هادشي ما تيقوناش، راه كنكذبوا عليكم. ولكن ما على هادشي جينا باش نصلحوا نساهموا في الإصلاح ديال الأوضاع ديال البلاد. جينا الشعب ديالنا شافنا، دقق النظر، ما صوتش علينا حيت كنخلطوا الدين بالسياسة، ما صوتش علينا حيت كنتوضاو ولا كنصليو ولا كنصوموا ولا كنزكيو. المغاربة كلهم الحمد لله تيتوضاو ويصليو إلا من أبى، وكلهم كيصوموا إلا من أبى. صوت علينا لأنه شافنا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. عطانا 1500 مستشار و50 جماعة في 2009، في 2015 ما ضبلها لناش برا،
ما ضبلها لناش جوج، ضبلها لنا 3 ديال المرات. انتقلنا من 1500 مستشار ل 5000 مستشار، ومن 50 جماعه ل 200 جماعه. واش هاد الشعب ما صالحش؟ واش ما كيفهمش؟ هاد اهل فاس علاش صوتوا على المولى ادريس؟ راه شريف، راه دريسي، الادريسي الازمي، علاش صوتوا عليه؟ علاش صوتوا عليه؟ حيت شافوا فيه، ترجاو فيه الخير، وهذه عامين وهو معاهم وكيحاول وكيصلح وكيشوفوا بعينيهم. علاش صوتوا عليه بالاغلبيه المطلقه ماشي الاغلبيه النسبيه؟ علاش صوتوا الدار البيضاء؟ طيب واش دابا فاز اللي فيها ربما مليون ديال الساكنه، واش يعني مدوخين؟ حتى 5 الملايين ديال البيضاوه مدوخين، ياك كيقولوا بيضاوه قافزين. ايوا كيفاش؟ علاش صوتوا بالاغلبيه؟ عندهم 12 المقاطعه على 16 وعندهم الاغلبيه. علاش صوتوا على اكادير الاغلبيه المطلقه؟ علاش صوتوا علينا في طنجه بالاغلبيه المطلقه؟ وزيد 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 وزيد، ومكناس وغيرها. ما كنقول لكمش حنايا ملائكه، ما لا اقول هذا، ولكن الحمد لله لم يثبت علينا اننا وضعنا يدنا في مال الله ولا في مال الشعب ولا في مال الجماعات. وكم حوربنا، شحال العراقيل توضعت لينا، والاموال ديال الجماعات تحجزات لينا، والمشاكل وقعت لنا، ومع ذلك تنصبروا ونسلكوا ونقضيوا ونقنعوا، والمداخيل ديال الجماعات ديالنا تحسنات من عند الناس لانهم تاقوا الحمد لله وباقيين غاديين. الاصلاح ما كيجيش الاخوان مره واحده. تصور دابا شي واحد دخل لواحد المدينه بحال هذه وبقى فيها واحد العدد ديال السنوات وما كانش عنده الغرض بالاصلاح وربما الافساد، شحال ديال الوقت خصك انت باش تصلح داك الشيء اللي فسدو؟ الا فسد هو عام خصك انت 5 سنين باش تصلح، ولا فسد عامين خصك تصلحهم في 10 سنين. الاصلاح صعيب، انتم كتعرفوا الاصلاح في الديور ديالكم شحال كيدي ديال الوقت وكيدي ديال الجهد، راه بحال هذا الاصلاح، بحال هذا الاصلاح. هذا الشيء الناس صوتوا على العداله والتنميه، شافوها وعرفوها، شافوها في الامين العام ديالها، شافوها في الامانه العامه ديالها، شافوها في الرؤساء الجماعات، شافوها في المسؤولين المحليين الاقليميين الجهويين، شافوها عجباتهم. اش نديروا لهم؟ نقولوا للناس ما تصوتوش علينا الله يرحم باكم؟ شي وحدين ما باغيينش. ودازت الانتخابات ديال 2015 وجايه 2016 وشعرنا باللي الدنيا كتغلي، والاستعدادات وتغيير الرئيس ديال البام وما نعرف شنو، تنسمعوا على اموال خياليه بالملايير كتجمع من هنا ومن هنا لليوم الموعود.